والصلاة والسلام على رسول الله. بقطع النظر عن المقصود بالمسؤول عن هذه الاضطرابات، والباجي قائد السبسي هو المسؤول باعتباره رئيس الحكومة عن الكشف عن من وراء هذه الاضطرابات، نحن نريد بقطع النظر عن ذلك وإلى أن يكشف عن هؤلاء. نحن نؤكد عن حق التونسيين في التظاهر، فهذا حق هو منتج ومكسب أساسي من مكاسب الثورة، ولكن ينبغي أن يكون هذا التظاهر تظاهرا سلميا، وينبغي أن يعامل أيضا من طرف البوليس تعاملا حضاريا. صحيح البوليس عندنا يعني له ثقافة قمعية، وندعو أجهزة الأمن وقادة الأمن إلى أن يثقفوا هذا البوليس ثقافة جديدة تليق بدولة بنتها أو تريد أن تبنيها ثورة، وبالتالي فالقمع الذي تعرض له شباب الثورة ليس جديرا إلا بالتنديد والإدانة. نحن من جهة أخرى نؤكد على الدور الذي قام به جيشنا الوطني في الدفاع عن الثورة، ونتوقع منه أن يواصل ذلك. هناك سبب لهذه الاضطرابات يتمثل في تصريحات القاضي فرحات الراجحي وما أثارته من قضايا. بهذا الصدد نحن ندعو الحكومة، ندعو رئيس الحكومة وندعو وزير الدفاع إلى أن يتعامل مع هذه القضية على أنها قضية رهيب. نعم، لكن سيد الغنوشي عفوا الإعلامي والسياسي وليس قاعدة. سيد الغنوشي، هل هذه الاضطرابات التي أعقبت تصريحات الراجحي تعني أن الرجل يحظى بمصداقية والاتهامات التي أطلقها تحظى بمصداقية في الشارع التونسي؟ لا شك أن الاتهامات التي أطلقها لو لم تكن حديث الشارع أو جانب منها لو لم يكن حديث الشارع ما وجدت هذا الصدى، وبالتالي فنحن ندعو إلى التعامل مع تصريحات القاضي الراجحي على أن مجالها هو الصحافة والتدافع السياسي وليس قاعات المحاكم. ونعتبر أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإرجاء البت في مسألة رفع الحصانة هو خطوة، وإن لم تكن كاملة خطوة إيجابية. فالقاضي الراجحي من حقه أن يدلي برأيه وأن يدفع هذا الرأي برأي آخر وليس عن طريق المحاكم. نعم، بالتالي كيف تنظر استقلال القضاء؟ نعم سيد الغنوشي، كيف تنظر إلى الإجراءات الأمنية التي تشهدها تونس هذه الأيام والاعتقالات الاستباقية على ما يبدو، وإلى أي مدى يمكن أن تنجح في وقف حركات التظاهر والاحتجاج في وربما الاضطرابات الأمنية أيضا؟ هذه الاضطرابات تختلط فيها قضايا كثيرة. هنالك حالة بطالة مستفحلة في البلاد، هنالك جهات تستغل هذا الاحتقان الموجود في البلاد. يعني أعتبر أن أنصار العهد القديم المتضررين من الثورة يوظفون البلطجية للتخريب، وحتى تختلط الأمور، يعني تختلط نشاطات الثورة السلمية المباركة بنشاطات التخريب والحرق. وبالتالي فأنا أدعو المواطنين إلى أن يدافعوا عن ثورتهم، وأدعو إلى لجان الأحياء ولجان الثورة وأهل المساجد وكل المواطنين والأحزاب السياسية أن تميز بوضوح بين الدفاع عن حق التظاهر السلمي وبين التصدي بلا هوادة لمن يخربون البلاد ويحرقون ويعطلون آلة الإنتاج. نحن نحتاج إلى حالة التهدئة في إطار القانون حتى يطمئن نساؤنا أن يمشين في الشوارع آمنات، وأن يعود أطفالنا إلى المدارس، وأن تنشط الآلة الاقتصادية، وأن يعود السواح إلى بلادنا. فبلاد الثورة حري بأن تكتشف وحري بأن يزورها العالم ليعرفوا هذا الشعب المتحضر كيف استطاع أن ينتج هذه الثورة. إذا نحن في وضعية انتقالية تحتاج من كل الأطراف إلى تفهم هذا الوضع وإلى الصبر عليه والتصدي لكل من يحاول صب الماء على النار واستغلال هذا الوضع من أجل إرسال رسالة للتونسيين
إلى أن الحرية لا تصلح لهم وأنهم لا يصلحون لها، وما يصلح لهم إلا واحد مثل بن علي حتى يكون في اقتصاد. شكرا جزيلا لك الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس. حصادنا المغاربي مستمر معكم وتشاهدون فيه بعد الفاصل. نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية